بقى. انا كنت في مطار المنصوره. وكان زي ما قال الاستاذ احمد كده ان قائد اللواء لما رجع جمعنا في غرفه مغلقه وقال ان الحرب الساعه 2 او بدايه الحرب الساعه 2 مستعدين. طبعا مش هقول لحضرتك الموقف كان عامل ازاي، كلنا كنا مستعدين لان احنا بقالنا فتره 3 سنين كنا مستعدين، بقالنا 3 سنين عارفين منتظر الساعه دي، بقالنا 3 سنين عارفين الحرب بكره. فكان الاستعداد كانها بكره. ف كلنا طبعا فرحنا لان خلاص هننفذ بقى اللي احنا قاعدين نتدرب فيه بقالنا سنين طويله، عايزين ننفذ اللي احنا اتعلمناه، عايزين ننفذ اللي احنا اتربينا عليه فتره طويله واحنا صغيرين. لما جه اليوم ده مش هقول لحضرتك كل واحد كان عارف دوره بالظبط هيعمل ايه. ده غير بقى العلاقه بيننا وبعض كانت علاقه قويه جدا، والتلاحم بيننا وبعض وكل المشاكل سواء الفنيه والشخصيه زيلت تماما على اساس ان احنا هنوزع نفسنا. وبعدين اقول لحضرتك ان كنا شباب، انا كان عندي 22 سنه 23 سنه 22 سنه، وكل جيلي او عدد كبير من الطيارين اللي بيطيروا في تشكيلات مع القاده كلهم في نفس السن، يعني شاب صغير، ولكن القوه اللي موجوده جواه يمكن في سن بتاع النهارده، يعني سن ال 50 60 سنه. وبعدين لما ابتدينا نتوزع وابتدينا نطير في اول الطلعه وفي الضربه الجويه، ما كانش امل اي حد فينا ان احنا نرجع. يعني كان الطلعه هي طلعه واحده. والرجوع ده مش مهم. الاهل عايز اقول لحضرتك ما فيش اهل، يعني ما كانش فيه تفكير، لان لحظه الطيران او وقت الطيران كله بيحصل فيه تركيز كامل جدا، ما بتفكرش في شيء الا في ربنا وفي المهم اللي انت فيها. والشهاده كانت على كل لسان بالنسبه للطيارين الصغيرين كلهم او الطيارين عموما اللي انا بحتك بيهم يعني. فلما ابتدت الحرب ابتدى في ناس طبعا بتستشهد وكان في لحظات صعبه علينا، ولكن الواحد كان بيتخطاها. في اللحظه دي ما كانش حد بيتردد ابدا ان كان مثلا زميل ليك هو طالع وممكن يستشهد وما يرجعش أبداً تاني؟ ابدا. احنا كنا واخدينها بروح عاليه جدا، واللي كان بيستشهد كان موضوع عادي جدا، بنشيله من الليسته بتاعت الطيران لتاني يوم. يعني بنشطب خلاص، لان لو بصيت وراك مش هتكمل. وبعدين احنا كان في طلعه، يعني اتخطى شويه بعد اثناء الحرب، كان في طلعه اللي كان بيقول عليها الاستاذ احمد سليمان. جت اوامر من القياده العليا ان في طلعه ب4 طيارات هتروح الى مكان ما في سيناء، كان في دبابات بتشكل عائق على الجيش بتاعنا، فكان لازم الدبابات دي. الدبابات تبع مين؟ اسرائيلي. تمام. كان لازم تقف. فالمسافه بين المطار اللي انا كنت فيه لغايه الموقع ده الطياره تروح ما ترجعش. تم اختيار 4 طيارين، انا كنت منهم، كنت من 4. وقائد التشكيل الحقيقه كان راجل مؤمن، فقال يا اخوان الوقت هنطلع طلعه مش هنرجع فيها. حد فيكم عنده اعتراض؟ تفتكر حد يبقى فيه عنده اعتراض؟ لا طبعا ابدا. قال طيب احنا ما فيش اعتراض، يبقى هنطلع احنا ال4، المطلوب ان احنا نصلي قبل ما نطلع. احنا لابسين لبس الطيران كامل حقيقه، يعني لبس طيران تقيل من غير الخوذه طبعا، لان الطلعه مخططه، مش طلعه طوارئ او مش طلعه حاله اولى يعني. طلعه مخططه معروف الساعه كذا، فبنستعد لها من فتره ساعه او 2 أو 3. فلبسنا لبس الطيران، وقف يصلي بينا بالحذاء. انا اول مره اعرف ان ممكن الواحد يصلي بالحذاء، فقال لا ده مسموح. طبعا احنا كنا بنفطر في الحرب. نعم في الحرب مسموح. صلينا وطلعنا في الطيارات وقعدنا مستنيين الامر تدوير الطياره واحنا نكمل المهم. طبعا عارفين احنا رايحين فين بالظبط، احنا ال4. قعدنا حوالي ساعه. طب شعوركم، انا مش عايز اتخطى، انتوا ال4 لا شعور، ما اتكلمتوش مع بعض بتاتا؟ يعني السنه الموقف ده مهم جدا سياده اللواء، لان انا عايز برضو اسلطه على الواقع. أيوة. على الشباب اللي مع بعض، اللي يعني بس موقف صعب ان انت بتقول الطياره اللي هتروح مش هترجع تاني. دي مهم. و4 مع بعض. ايوه. طب شعوركم انتوا ال4 ما اتكلمتوش مع بعض خالص؟ ولا حد جاب سيره اهله ولا اخواته. كان موقف ان احنا دي مهمه لابد منها علشان نوقف هذا الكول او الرتل من الدبابات اللي بيشكل مشكله للجيش لتقدم الجيش. فكان الموضوع لازم يتم. وطالما اخترت، احنا ما بنختارش نفسنا، يعني هو بيتم اختيار من القياده الاعلى، فلان وفلان 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 يطلعوا الطلعه دي بمهام كذا. مش عايز اقول لك ان طلع ما تمتش،
لان جت اوامر، ما انا معاك اهو. جت اوامر ان طالما ما تمش الرئيس السادات الله يرحمه. طب ما تيجي نعرف هي ما تمتش ليه بعد الاتصال الجميل ده؟ اتفضل. ونستقبل في الوقت باذن الله يا رب. عايز حضرتك قول لي الاشتباكات اللي كانت بتتم في الجو. أيوة. دي نقطه مهمه قوي. ايوه الحقيقه الاشتباكات في الجو، انا اتكلم عن نفسي، انا الحمد لله بفضل الله عملت حوالي 52 طلعه. حضرتك تقول لي 52 طلعه في 19 يوم عمليات ازاي؟ ما هو دي الفكره، ان صحيح في يوم بيبقى فيه طلعتين وثلاثه. وعملت 7 اشتباكات يعني في الجو وانا شفت جميع الطيارات المعاديه في الجو. والحمد لله بفضل الله انا اسقطت 2 طائره فانتوم في اشتباكين جويين. الاشتباكات الجويه من الصعوبه انها تتحكي، لانها لازم يكون حضرتك يعني ملم بالمواضيع، زائد ان هي السرعه العاليه جدا السماء مفتوحه طبعا عشان تشوف مسافات بعيده وتشوف الطيارات بتتم ازاي، وبتنتهي في الاخر الى حرب فرديه زي حرب السيوف. يعني حضرتك في البدايه الحرب الخيول زمان كان بيحاربوا من بعيد بحصان طويله، وبعدين لما بيقربوا من بعض بيحاربوا بالسيوف. الاشتباكات بتنتهي الى الاشتباك الفردي. انا شخصيا الحمد لله وده توفيق من عند ربنا ان انا معظم الاشتباكات كانت بعد الاقلاع مباشره. ففي يوم 14 اكتوبر القائد التشكيل طلع، وانا كنت رقم 4 في التشكيل، ورقم 2 و3 بنطلع فرادى طبعا اللي يقدر يطلع في هجوم على المطار. بعد الاقلاع مباشره لقيت المطار او الممر ورايا تراب، فرفعت العجل وانا بعمل دوران لقيت في طياره فانتوم بتعمل دوران، فرحت رامي 3 خزانات بالجاز بتاع مليانين جدا، لان ما اقدرش انا اخش اشتباك بالخزانات 3 طيارات تبقى تقيله. دخلت ورا طياره الفانتوم في وضع مهيأ جدا انا اطلق او اسقط الطياره دي. وبعدين شيء ما الهمني، وقبل انا ما اقلب بمعنى يعني ان اطلع الصاروخ، الهمني ان انا ابص ورايا في طياره برسكوب زي مرايه كده تبص وراك. ببص ورايا لقيت طياره فانتوم بالحجم الطبيعي. الطياره دي في وضع مش عايز اقول لك هتضرب، اوريدي ضرب. فعملت مناوره حاده جدا الاتجاه الاخر اللي انا اجلي الطياره دي، وفعلا طياره حجم طبيعي لدرجه ان هو لما طلع من ورايا عملت كده، بقينا الكابينه قصاد الكابينه، انا شايف الطيار، شايف الخوذه بتاعته، هو شايفني. لما طلع قدامي طياره تقيله والحركه كانت مفاجاه بالنسبه لي، ما كانش متوقعها، فلما طلع قدامي انا قلبت عليه وابتدينا نناور احنا الاثنين لغايه ما اسقطته. فده كان من ضمن مبادئ الطيران، ان قبل ما تضرب طياره قدامك لازم تبص وراك، وده حصل فعلا. والمهمه القتاليه او المهمه للطيار المقاتل، الطيار المقاتل للطيارات في الجو ده يعتبر طيار مقاتل، اللي بيقاتل الطيارات في الجو. ان انت لو في وراك طياره تطلعها قدامك وتضربها، ده هدف. وان الطياره اللي وراك لو ضربتك يبقى انت في خساره، فتحاول انك تطلعها من وراك. طبعا لفظ تطلعها من وراك انا بقوله لفظ طيران، لا انا بقوله لفظ طيران، انما طلع يعني اي طياره بتتضرب في الايام في اياميها كانت بتضرب من الخلف، غير اليومين دول في موضوع ثاني ان الطياره تضرب اي اتجاه، انما زمان كان لازم تتضرب من الخلف بزاويه معينه. فطياره ورايا في الخلف مهما عملت هيضربني. ولما كان الطيارتين بيطلعوا من مكانين ده موضوع ثاني. انه فالمهم انا عايز اقول لحضرتك ان البطوله او البطولات كتير، والشباب كان عندنا زاخر بالبطولات الحقيقه. ما شاء الله.